افتكر إن ما عندكش وقت تكره حد أو تحارب حد في أكل عيشه أو تشغل بالك بحد. الوقت اللي معاك يا دوب يكفيك عشان تعمل حاجة لنفسك، عشان تعيش حياتك انت. السلام عليكم. يا ترى لو شفت واحد سايق عربيته وماشي بيها عمال يحدف رزم فلوس من شباك العربية وهو ماشي في الشارع، ايه أول حاجة هتيجي في دماغك ساعتها؟ لأ، مش إنك تمشي وراه تلم الفلوس. طب يا سيدي بلاش أول حاجة عشان عرفناها خلاص. ايه تاني حاجة هتيجي في دماغك؟ هتقول عليه ايه؟ راجل كريم؟ أكيد هتقول عليه راجل مجنون. في فيلم أجنبي اسمه إن تايم. الفيلم ده قصته ببساطة بتقول إن الناس ما بقوش يتعاملوا بالفلوس، الناس بقت تتعامل بالوقت. كل واحد فيهم عنده تايمر فيه عمره كله، بالسنة والشهر واليوم والدقيقة كمان. تاخد تاكس وتروح بيه مشوار، السواق يبص على العداد ويقولك الحساب، تدفع له ساعتين من عمرك. تشتري 2 كيلو مانجا من عند الفكهاني تديله 3 ساعات من عمرك. تشتري كيلو لحمة من عند الجزار تديله شهر ونص من عمرك. الفيلم ده الناس كلها بتصنفه على انه فيلم فانتازيا، لكن انا بصنفه فيلم كوميدي عشان الناس فاكرينه فانتازيا. الفيلم ده واقعي جدا، انت بتحاسب على كل حاجة بتشتريها من عمرك. صحيح احنا اخترعنا عملات وشيكات وانستا باي علشان نداري عملية المقايضة المباشرة دي وما نخليهاش واضحة قوي عشان الناس ما تخافش تشتري، لكن الحقيقة التي لا تقبل الشك إن الرصيد الحقيقي اللي كلنا بندفع منه هو العمر. وأنا هقولك دلوقتي إزاي ده بيحصل. لنفترض إن مرتبك في الشهر 15,000 جنيه مثلا يا سيدي، ما تفاصلش معانا مش الاتش ار. عشان تاخد ال 15,000 جنيه دول أنت بتشتغل عند الشركة شهر كامل. لو قلنا إنك قبضت مرتبك ده ورحت اشتريت بيه موبايل سعره 15,000 جنيه، تبقى انت في الواقع اشتريت الموبايل ده بشهر من عمرك. وعلى نفس الحسبة بقى كل فعل في حياتك قررت تعمله انت بتحاسب عليه من عمرك. عارف ليه؟ عشان عمرك هو الثروة الحقيقية التي تملكها فعلا. ربنا سبحانه وتعالى بيخلق كل واحد فينا وهو كاتب له عمر معين، ده هيعيش 100 سنة، ده هيعيش 50 سنة، ده هيعيش 30 سنة وهكذا. الفترة بقى اللي انت موجود فيها في الدنيا دي هي ثروتك الحقيقية، ما ينفعش تضيعها في أي حاجة والسلام. والوقت الحقيقي اللي كلنا بنعيش فيه حياتنا مش كبير قوي زي ما احنا متخيلين. لو هنتكلم على إنسان ربنا صرف له في الحياة 65 سنة مثلا، شايف إن ده رقم كبير صح؟ طب ما تيجي نحسب مع بعضنا كده الرقم بعد الضرايب والخصومات هيرسى على كام؟ الإنسان الطبيعي بينام 8 ساعات في اليوم، ال8 ساعات في اليوم دول يعملوا 240 ساعة في الشهر، في السنة يعملوا 2880 ساعة، في ال65 سنة اللي هيعيشهم يعملوا حوالي 190 ألف ساعة تقريبا. ده يعني لو ما ريحش شوية الظهر كده بعد أكلة السمك المحترمة. 190 ألف ساعة دول لو حولناهم لسنين هيعملوا 21 سنة وكم شهر. 21 سنة من عمر صاحبنا وهو نايم ما بيعملش أي حاجة غير إنه يحلم. ويا ريته بيحلم أحلام فيها إبداع ولا فيها فكرة مفيدة، ده بيحلم إنه سايق طبق مكرونة وبيخمس بيه على الدائري. المهم كده فاضل من عمر صاحبنا الافتراضي كام سنة؟ برافو عليك، 44 سنة. لو قلنا إنه ما عندوش عربية وبيركب مواصلات عامة وافترضنا إن شغله بعيد عن البيت شوية، يبقى بيستهلك في اليوم مش أقل من 3 ساعات في المواصلات بس. ال3 ساعات دول الفترة اللي بدأ يركب فيها مواصلات، سواء بقى وهو طالب أو وهو موظف، يعملوا حوالي 6 سنين. هنشيلهم من ال 44 سنة هيتبقى 38 سنة. في شوية نسريات بقى، وقت هيقضيه في الحمام أو بياكل أو بيتكلم في التليفون أو بيلعب جيم، بيسكرول داون في الفيسبوك، إلى آخر كل الحاجات دي اللي هي كتير أصلا لوحدها. هنقدر زمن الحاجات دي كلها بساعتين في اليوم مع الرأفة طبعا، هيطلعوا معانا ب3 سنين وشوية. هنشيلهم من 38 سنة هيتبقى معانا 35 سنة. طبعا الحسبة دي أنا ما دخلتش فيها سنين الدراسة وسنين الطفولة اللي ما كناش فاهمين فيها حاجة أصلا، ما دخلتش فيها أوقات الانتظار اللي بنضيعها وإحنا مش حاسين بيها عشان مستنيين حاجة تحصل وموقفين دنيتنا عليها.
ما حسبناش الأوقات الوحشة اللي بنزقها عشان تعدي، ما حسبناش حاجات كتير قوي أكيد جت في بالك دلوقتي وانت بتسمعني. لو شلنا بقى الحاجات دي بالكتير قوي هنطلع من الليلة دي كلها ب10 سنين. العمر الحقيقي الإنسان عنده 65 سنة هو 10 سنين. عايز أقول لك حاجة، هي مش مفاجأة بس يمكن ما تكونش انت واخد بالك منها. محدش فينا عنده وقت يعمل كل اللي هو عايزه. حتى لو سخرنا كل ثانية في حياتنا للهدف ده برضه هنسيب الدنيا واحنا لسه في حاجات كتيرة قوي ما عملناهاش أو سايبينها في نصها وما كملناهاش. عشان كده أنا دايما شايف إن الإنسان عايش عشان يسيب أثر كويس في الدنيا يفضل موجود بعد ما يسيبها. أو زي ما قال الشاعر الكبير فؤاد قعود: حرام تعيش وتموت بدون فعل مدهش، لابد تنحت قبل موتك أثر. خليك دايما فاكر إن الوقت مش كبير قوي مهما بان من بعيد إنه كبير، وحتى لو كان الوقت كبير فهو أغلى من إنه يتبعزق في حاجات مش هتفيد. افتكر إن ما عندكش وقت تكره حد أو تحارب حد في أكل عيشه أو تشغل بالك بحد. الوقت اللي معاك يا دوب يكفيك عشان تعمل حاجة لنفسك، عشان تعيش حياتك انت. وعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. أول حاجة فيهم إيه؟ عن عمره فيما أفناه. ربنا يرزقنا وإياكم طول العمر وحسن العمل، وكل سنة وانتم طيبين.